النهارده هنتكلم عن اكبر الكائنات الحيه اللي عاشت على الارض في مختلف العصور زي الديناصورات، واللي منها نوع اسمه البرينوسور، وده يعتبر من اكبر الديناصورات لدرجه انه كان ممكن يوصل طوله ل 30 متر ووزنه ل 80 طن. النوع ده من الديناصورات عاش في العصر الجوراسي وكان بيتغذى على النباتات، وبالحجم ده ممكن كان كل يوم بياكل له غابه لوحده ولا حاجه. تاني نوع هو التريناسور، وده يعتبر من اشهر الديناصورات وبيتميز بقوته وسرعته، بيوصل طوله ل 12 متر ووزنه ل 9 طن. تخيل ده لو ما كانش انقرض كان زماننا اكيد احنا اللي انقرضنا. بعد كده بيجي الحيتان، واللي من اشهرهم حوت البلوجه، واللي بيعتبر اكبر حيوان على وجه الارض، وده لانه ممكن يوصل طوله ل 30 متر وزنه ل 200 طن. والنوع ده بيعيش في المحيطات وبيتغذى على الاسماك والرخويات الصغيره. الحوت الازرق اكبر كائن حي على الاطلاق، وده لان ما يختلفش كتير عن اللي قبله، بل ان ممكن يوصل وزنه ل 200 طن، وبيعتبر حاليا من الكائنات المهدده بالانقراض بسبب الصيد الجائر. وكمان في الاشجار العملاقه زي شجره السيكويا، واللي تعتبر من اطول الكائنات الحيه، وده لانه بيوصل ارتفاعها ل 100 متر وبتعيش لاكتر من 3000 سنه، وعشان كده بيعتبروها رمز للصمود.